وانا في الاوضه سمعت احمد بيقول لامه هاتلها حاجه خفيفه تنام بيها. وبالفعل والدته جت خبطت عليا وادتني هدوم البسها وقالت لي خد الهدوم دي خفيفه عليكي في الحر. خدت منها الهدوم وشكرتها رغم عمري ما غيرت هدومي بره بيتي واني عامله حسابي اني هنام بهدوم الخروج. الفيديو ده مهم لأي زوج بيشارك حياته الزوجية الخاصة مع أصحابه. هتقول لي إزاي؟ هقول لك كمل الفيديو لغاية الآخر وأنت تعرف. واحدة بتحكي بتقول امبارح لقيت جوزي راجع من الشغل ومعاه صور ألبوم فرحنا، فأنا سألته قلت له أنت واخد صور ألبوم فرحنا معاك الشغل ليه؟ قال لي كنت بفرجه لواحد صاحبي. رديت عليه وأنا زعلانة قلت له أنت إزاي بتفرج صور لصاحبك؟ وبعدين دي حاجة خاصة بينا وبقرايبنا في العيلة مش أي حد بيشوفها، وانت عارف لا بحط صور على فيس ولا واتس ولا بفرج صور لحد. رد عليا وقال لي على فكرة ده مش غريب، ده صاحب عمري ومتربي معايا وعشرة عمر، وبعدين فيها ايه يعني؟ ما كل الناس بتفرج بعضها على صور افراحهم. يا بنتي ده نص البنات سايبين صورهم عرض في الكوافيرات والاستوديوهات واللي رايح واللي جاي يتفرج عليهم في الشارع، وانا ما عملتش كده، فما تكبرش الموضوع واهدي. انا استغربت من كلامه واتضايقت وحاولت فعلا اكبر دماغي وعديت الموضوع وقلت في نفسي خلاص اللي حصل حصل يا بنتي ما تكبرش الموضوع. وفي نفس اليوم بالليل لقيت تليفون جوزي بيرن كتير قوي وهو في الحمام. قمت رحت ناديت له وقلت له ان في رقم بيتصل بيك كتير. سألني وقال لي مين؟ قلت له ده واحد اسمه احمد ورن عليك حوالي 6 مرات، لو حابب اجيب لك الفوطه تنشف في ايدك وتكلمه. رد عليا وقال لي لا، رد عليه انت وقولي له 5 دقايق بالظبط هيخلص الحمام بتاعه ويكلمك. وبالفعل رديت على صاحبه وقلت له هاني بيقول لك هيخلص الشاور بتاعه وهيكلمك. قال لي خلاص ماشي على مهله، بس اول ما يخلص يا ريت يكلمني ضروري. قلت له حاضر. ولسه هقفل المكالمه لقيته بيقول لي هو انت العروسه الجديده؟ قلت له ايوه. رد عليا وقال لي خلي بالك منه عشان ده صاحب عمري. قلت له حاضر من عينيا وقفلت المكالمه على كده. فات يومين والمره دي التليفون الارضي هو اللي بيرن. رديت على التليفون وبقول مين؟ قال لي انا احمد صاحب هاني، انت لحقت تنسي صوتي؟ عملت نفسي ما سمعتش الكلمه وقلت له هاني طلع من الشغل على والدته يسلم عليها، ممكن تكلمه على الموبايل بتاعه. رد وقال لي ما انا كلمته بس تليفونه غير متاح. قلت في سري غريبه مع اني لسه مكلماه عادي وتليفونه متاح. قلت له معلش حاول تكلمه تاني يمكن تكون مشكله شبكه. قال لي طيب هحاول تاني. ولقيته بعدها قال لي كلمه غريبه جدا، قال لي برضه مش هوصيك على هاني ويا ريت بالراحه عليه شويه عشان هو مش قدك. انا الكلام دخل في ودني زي الرصاص وحسيت ان لهجته لهجه مش عجباني وانه يقصد حاجه معينه بالكلام ده. معرفتش ارد عليه وقلت له طيب سلام بعد اذنك. بعد ساعتين جوزي رجع من بره، قلت له ان صاحبه اتصل بيه. قال لي عارف ما هو كلمني وقال لي انه اتصل على رقم البيت. عامه اعملي حسابك عشان بكره معزومين عند مامته في البيت. قلت له المره اللي فاتت خرجتنا مع ادهم صاحبك ومراته، والمره دي بتقول لي معزومين عند احمد صاحبك في البيت، وانا ما بحبش الجو ده اصلا من الخروجات. وبعدين هو احمد صاحبك ما جاش فرحنا ليه لما هو صاحبك من زمان كده؟ قال لي والده كان تعبان في المستشفى يوم فرحنا. قلت له هو لسه فاكر يعزمنا بعد 5 شهور جواز؟ ما عزمناش ليه من زمان؟ قال لي يعني ايه انت عاوزاني اساله واقول له انت ما عزمتناش ليه قبل كده؟ هو ده كلام؟ بقول لك ايه يا ستي احنا ما نعرفش ظروف حد وانا مش هتصل بيه احرجه واعتذر له. انا قلت له جاي وامه تلاقيها عملت حسابها. انا قلت لجوزي خلاص انا هروح بس بشرط نروح متاخر شويه ونعمل حجه ان الوقت اتاخر عشان ما نقعدش كتير ونمشي بسرعه. فجوزي قال لي تمام مفيش مشكله. انا بصراحه وافقت عشان خاطر جوزي، لكن انا مش عايز اروح عند حد خصوصا عزومه احمد صاحبه، لان انا حاسه انه من يوم ما شاف صوري في الالبوم وهو عايز يقرب مني باي طريقه، وانا ولله الحمد تربيتي تمنعني من كل اللي في دماغه ده حتى لو كانت نيته سليمه. المهم اللي حصل اننا رحنا يوم العزومه والناس رحبت بينا احلى ترحيب، ولسه يا دوب هنبدا ناكل جوزي جاله تليفون وشكله اتغير وبان عليه الزعل قوي وقال لي يلا بينا نمشي دلوقتي حالا. قلت له في ايه اللي حصل؟ قال لي نادية اختي بتولد ودخلت العمليات دلوقتي ولازم اكون معاها في المستشفى. رد عليه احمد وقال له انت هتسافر دلوقتي؟ ده الوقت متاخر. لا طبعا لازم اجي معاك. هاني قال له لا معلش كمل انت اكلك مالكش دعوه بيا، وبعدين السفر من اسكندريه للقاهره ساعتين يعني ما تتعبش نفسك.
هي بس عشان جوزها مش موجود ومفيش حد معاها غير حماتها، فمينفعش تسيبهم لوحدهم. ردت الحاجة الكبيرة أم أحمد وقالت له طيب سافر يا ابني وانت خفيف كده، وملوش لزوم تاخد مراتك تشحططها معاك، سيبها تكمل لقمتها وتبات معايا، وأول ما ترجع بالسلامة ابقى فوت علينا خدها. أنا طبعا رفضت وقلت له لا مش هينفع، أنا لازم أمشي. رد جوزه وقال لي الوقت متأخر يا ست وأنا مستعجل، لازم أسافر ومش وقت دلوقتي، عايز إيه ولا مش عايزة إيه. لقيت جوزي بيقول لي طب إيه رأيك أخلي أحمد ينزل يوصلك؟ فأنا قلت له لا طبعا، إزاي يعني؟ قال لي طيب مفيش قدامنا دلوقتي غير إنك تخليكي مع الحاجة للصبح، وأول لما تصحي من النوم تنزلي تروح على شقتك. وبالفعل هو ده اللي تم. جوزي سافر وأنا قعدت على السفرة أنا والحاجة وأحمد ابنها. ومن ساعة ما قعد وكل شوية يبص لي ويقول يا بختك يا هاني، أنا عارفك طول عمرك محظوظ. أنا معرفتش أرد على أي كلمة بيقولها، وعشان ما تصدمش معاه في الكلام طلبت من والدته تاخدني أوضتها عشان تعبانة وعايز أريح شوية. رد أحمد وقال لي لا تباتي في أوضتها ليه؟ إخواتي البنات اتجوزوا وفي أوضتين فاضيين، اقعدي في الأوضة اللي تعجبك. وبالفعل دخلت أنام، ومفيش دقيقة وخبط عليا وقال لي الشاي جاهز. فأنا قلت له شاي إيه؟ أنا ما بشربش الشاي أصلا. لقيته زعل وقال لي ليه؟ ده أنا عملتهولك بإيدي. قلت له معلش أنا ما بشربهوش بجد. راح ورجع خبط عليا تاني بعد 5 دقايق. فتحت نص الباب لقيته راح مديني كوباية ليمون وقال لي اوعي تكسفيني تاني. أنا خدت كوباية الليمون منه ولسه هقفل الباب لقيته بيقول لي لا اشربيها دلوقتي قدامي وقولي لي رأيك في الليمون بتاعي. قلت له حاضر هشربها، بس معلش سيب لي الكوباية وانا هبعتها لك بره عشان مش هقدر اشربها وهي ساقعة كده. قفلت الباب وانا حاسه ان الليمون ده فيه حاجة، وسألت نفسي ليه هو مصمم يخليني اشرب حاجة، ودماغي قعدت تود وتجيب طب ما يمكن انا اللي شكاكة بزيادة. قلت لنفسي بس انا مش هقدر اخرج تاني بالكوباية مليانة عشان ما يخصبش عليا اشربها. قعدت شوية مع نفسي وجت فكرة في دماغي. انا كان معايا كيس في شنطتي، طلعته وفضيت فيه الليمون، وبعدين فتحت الباب وخرجت حطيت الكوباية بره عشان ما يجيش يخبط عليا تاني، ورجعت على الأوضة. وانا في الأوضة سمعت احمد بيقول لامه هاتلها حاجة خفيفة تنام بيها. وبالفعل والدته جت خبطت عليا وادتني هدوم البسها وقالت لي خد الهدوم دي خفيفة عليكي في الحر. خدت منها الهدوم وشكرتها، رغم عمري ما غيرت هدومي بره بيتي واني عامله حسابي اني هنام بهدوم الخروج، بس خدت منها الهدوم عشان ما احرجهاش، بس خدتها وسبتها على السرير زي ما هي ما لبستهاش. ريحت بعد كده ظهري تقريبا 2 ساعتين وانا وعلى السرير بحاول انام مش عارفه، كأن النوم طاير من عيني، سرحانه في كل اللي بيحصل ده. وبقول في نفسي مش بعيد يكون جوزي بيحكي له عني بالخير او بيشكر فيا قصاده، لكن ده مش مبرر اللي بيعمله عشان يوصل لي. ومش معقول ده يكون صاحب عمره اللي قاعد يحكي لي عنه كل يوم، ومش معقول برضه يكون جوزي بالطيبه دي. ده مش كويس، وباين من عينه كده ومن نظراته الخبيثه عليا وانا وبمشي وانا وبتكلم. طب مش عارفه اتصرف ازاي، اقول لجوزي ولا اسكت عشان ما اجيبش مشاكل، ولا الكلام ده ملوش لازمه يتقال، ولا ايه بالظبط؟ انا مش فاهمه حاجه. وفي عز ما انا سرحانه مره واحده حسيت صوت رجلين جايه ناحيه الباب، ولاحظت ان في خيال من ورا الباب بيروح ويجي، وان في حد بيبص عليا من خرم الباب. فتحت نور الموبايل، الخيال ده اختفى. قمت اتسحبت بالراحه لحد ما وصلت للباب. جيت اقفل الترباس لقيت الباب ما فيهوش ترباس من الاساس. قمت سديت مكان دخول المفتاح بمناديل ورق ورجعت تاني على سريري. بعدها بساعه سمعت صوت خبط خفيف على الباب، كأن حد عاوز يعرف انا صاحيه ولا نايمه. فانا قعدت اكح بصوت عالي، قام التخبيط ده اختفى. انا خفت وقلت مفيش حل قدامي غير ان اتصل بجوزي، بس قلت في بالي انا لو اتصلت بيه هقول له ايه، وهو في ايده ايه يعمله، ومش بعيد يكون ده كله ظنون واعمل مشاكل على الفاضي ويبقى قلق ومشاكل. شويه وصوت الرجلين والخبط الخفيف رجع تاني، ودماغي ابتدت ترجع لنفس الشكوك القديمه. هو فعلا ممكن يكون حاطط حاجه في الشاي عشان كده كان باين عليه الغضب لما ما شربتهوش، ولا ممكن يكون حاطط حاجه في الليمون زي ما انا شكيت ومنتظر ان اكون نمت. الخوف ابتدى يتملك مني وابتديت اعرق وجسمي ابتدى يتنفض، حاسه ان في حد هيفتح الباب عليا في اي وقت. حطيت المخده الطويله على السرير مكاني، وحطيت الغطا عليها، وحطيت الهدوم بتاعه النوم على شكل حد نايم، واتسحبت بالراحه لحد ما وقفت ورا الباب،
ومفيش دقيقة بالظبط لقيت صوت خربشة في الباب، وصوت جنب مني بالظبط، مفيش بيني وبينه غير كام سنتي. ولقيت حد فتح الخرم بتاع الباب اللي انا سديته، وشال المنديل بحاجة رفيعة وقعد يبص على مكان السرير من الخرم، وانا واقفة ورا الباب مرعوبة، ونبضات قلبي ابتدت ترتفع. وفي اللحظة دي انا ما امتلكتش اعصابي، وكنت خلاص لسه هصرخ بالصوت، لقيت الباب اتفتح، واحمد صاحب جوزي دخل اوضتي بسرعة ورايح في اتجاه السرير، ولقيته بيشيل الغطا. وفي اللحظة دي ما لقيتش حل قصادي غير ان اروح اوضة مامته بسرعة اتحمى فيها. وبالفعل خرجت جري على الصالة، ومن الصالة على أوضة مامته بسرعة، وهو بيجري ورايا وأنا بصرخ. وبالفعل دخلت الأوضة وجريت على مامته، وفي اللحظة دي شديت الغطا من عليها وقعدت أصرخ بهستيريا، وهي ما بتصحاش ولا بتتحرك. عرفت ساعتها إنه كان حاطط لها هي كمان منوم في الشاي. وبقيت مفيش بيني وبينه غير إني ألاقي مصير المحتوم. لكن الحمد لله في اللحظة اللي حسيت إني خلاص انتهيت، ربنا بعت لي طوق النجاة في آخر لحظة. الدنيا كانت بالليل، وصوت الصراخ الناس سمعته، والجيران كلها كانت واقفة بتخبط على الباب. وهو فجأة قام سايبني وخرج يفتح للناس ويقول لهم مفيش حاجة والله يا جماعة، دي قريبتنا وكانت بتصرخ عشان شافت فار في أوضتها والموضوع مش مستدعي، وأنا آسف لكم على الإزعاج. الناس كلها مشيت، مفيش غير راجل كبير وكان معاه مراته. بص في عيني كأنه حس بيا وحس إن أنا مش عارف أنطق من شدة البكا والذعر اللي كنت فيه، وقال له طب معلش يا ابني، سيبها بس تقعد عندنا لو ساعة بس تهدى وتغير المكان وترجع تاني. أحمد رد عليه وقال له ما ينفعش تروح عندك وش الفجر كده، هي دلوقتي هتهدى لوحدها. ولسه خلاص الراجل هيمشي، مراته قامت داخلة البيت من غير استئذان وخدتني بالحضن. وفي اللحظة دي أنا ما كنتش عارف أنطق، بس كل اللي عملته إن أنا مسكت إيدها وعيني بتقول لها ما تسيبنيش، وما رضيتش اسيبها ولا اسيب ايدها. قامت شدتني من ايدي وقالت لي والله ما هطلع من هنا من غيرك. وفعلا اصرت ان هي تاخدني، وبعد شد وجذب خدتني معاها، وبالفعل رحت معاهم. وبعد ساعة من الهدوء ابتديت استقر واعرف اتكلم مع الرجل ومراته. وبصراحة انا ما حكيتش معاهم في اي حاجة، بس شكرتهم وطلبت منهم يروحوني البيت، وبالفعل نزلوا بيا ووصلوني لحد باب بيتي. وبعد ما روحت وقعدت على سريري سرحت وقلت في نفسي الراجل ده كان ممكن يعمل حاجة معايا لو المخطط كان مشي زي ما هو عاوز، وما كنتش أحس بحاجة وأنا تحت تأثير المخدر، وكنت أنا نفسي اللي هدفع تمن طيبة جوزي وثقته الزيادة في الناس، وهو السبب في اللي حصل واللي كان هيحصل لولا ستر ربنا. لكن أنا اتعلمت درس عمر ما هنساه، واكتشفت إن في أشخاص ما ينفعش يكونوا في حياتنا من الأساس، بالذات الناس اللي بتستغل الطيبة اللي فينا وبتستغل ثقة اللي حواليهم فيهم. نسيت أقول لكم إن أحمد ده اختفى من حياتنا فجأة كده من غير أي مقدمات من ساعة الواقعة، عشان ما يتفضحش وعشان ما لقاش سبيل للوصول ليا، وغير رقمه وقال لجوزي إنه سافر. ولغاية هنا القصة انتهت. هل ياسمين كانت سلبية عشان ما حكتش لجوزها؟ ولا هل ياسمين عملت كده عشان ما تفتحش على جوزها باب مشاكل؟ وهل اقتحام الأزواج لأصدقائهم في حياتهم شيء ممكن يقدم حاجة من النفع؟ يا ريت تكتب لنا رأيك في تعليق أسفل الفيديو، ودمتم بخير.